سلام البنات، واش راكم حباباتي؟ ان شاء الله تكونوا بخير. طليت عليكم اليوم فيديو جديد. فيديو جبت لكم فيه وصفه قنبله، وصفه البقلاوه، ووصفه المشاريع. قبل ما نبداو الفيديو تاعنا، اللي ما اشتركتش في القناه تاعي تشترك وتعمل لي من فضلكم جيم ولا كومنتير باش تشجعونا ان نكملوا معاكم. نبداو على بركه الله. واش راح نديروا؟ نديروا العجينه تاعنا هذه. راح نخدم البنات هنا بكيلو تاع كاوكاو. الكيلو تاع الكاوكاو واش يقابلوا؟ كيلو تاع فرينه وكيلو تاع عسل. فهمتوني البنات؟ راح نخدم لهنا بكيلو تاع كاوكاو. كيلو تاع كاوكاو يقابلوا كيلو تاع فرينه ويقابلوا كيلو تاع عسل. هنا الكيلو تاعي تاع الفرينه نقسمه على 5 كيلات. راح ندير 5 كيلات تاع فرينه اللي هما كيلو تاع فرينه. انتيا لهنا جيبي اي غميقه تاعك تقسميها على داك الكيلو. انا عندي هذا البول تاعي هو اللي يجيني الكيل تاعو قد 5 كيلات تاع فرينه تقابلوا كيلة تاع زبده. هنا الزبده تكون دايبه وبارده. سمعتوا البنات؟ تكون الزبده دايبه وبارده، خاطر ماكش تكون الزبده تاعنا سخونه راح ما تفسد لنا العجينه تاعنا وما تحلناش العجينه. نحطوا 5 كيلات قلنا تاع فرينه، كيلة تاع الزبده، ونملحوا العجينه تاعنا نورمال. دهز لك انا واحد زوز مغارف صغار تاع الملح، ونحطوا معاها لافاني. انا لهنا العجينه تاعي نحب ديما نكهها بلافاني، باسكو السر تاع البقلاوه تاع الكاوكاو انها تكتري فيها لافاني باش تنحي لنا ريحه الكاوكاو وتجيك الطعمه تاعها كيما اللوز. نبسوها مليح بهذيك الزبده تاعنا، ندخلوا هذاك البسوس تاعنا بيان في العجينه، نخلطوها مليح بيدينا. وش من بعد واش نجيو نديرو؟ هذاك البول بعد اللي كيلنا به الفرينه تاعنا، هو نجيبوه نحطوه نص كامل تاع مزهر والنص الباقي ماء. نخلطوه نص تاع المزهر ونص تاع الماء، هو اللي نكيلو به العجينه تاعنا. نديرو كيله معمره نبلو بها العجينه تاعنا، وقدرت تديلكم لهنا يا اقل يا اكثر. مش لازم تقيدوا بهذاك البول، هو بعد تبلوا به العجينه حسب الفرينه تاعكم، اسك تشرب ولا ما تشربش. يعني انا بخسك تعمل لي ديما بول وهكا نزيد معاها بول وشويه. نبلو العجينه تاعنا هذيك بيان، وندخلوا فيها هذيك الماء والمزهر مليح، ندخلوها في بعضها مليح بيدينا، نعجنوها بصح مش بفاسون ان نقطعوا كيما نعجنوا المسمنات، باش تعمل لنا داك العلك تاعها هذا كل يساعدنا باش تتحل لنا مليح. بعد ما عجناها وخليناها ريحت شويه، واش نجيو نديروا لها العجينه تاعنا نحلوها. دوك تشوفوا نحلوها بودان طويل ونقصوها على 10 كريات. راح نعمل 5 من تحت و5 من الفوق. فهمتوا البنات؟ شوفوا نحلوها العجينه باسكو المقطع تاعي تقطع لي. نحلوها على 10 كريات، ندير 5 من تحت و5 من الفوق. في جهه نجيب الكيلو تاعي تاع الكاوكاو. عندنا كيلو تاع كاوكاو، هذيك الكيله اللي كيلت بها الفرينه نكيل بها الكاوكاو. هنا نقسموها على 4 كيلات، نديروا 4 كيلات تاع كاوكاو. وش راح نزيدوا معاهم الكيلات تاع الكاوكاو؟ نديروا معاهم كيله ناقص صبع تاع سكر. في الفرينه درنا 5 كيلات تاع فرينه اللي هو كيلو تاع فرينه، ولهنا في الكاوكاو عندنا الكيلو تاع كاوكاو نكيلوه 4 كيلات تاع كاوكاو بكيله ناقص صبع تاع سكر. هنا السكر علاه نقصوه من الحشو باش ما يجيناش الحشو تاعنا حلو بزاف وقادر هنا نقولوا حنا يتسكر لنا الحشو تاعنا ويجينا يابس، وميم طون باش ما يجيناش تجينا البقلاوه تاعنا حلوه ديك ترو سكري انها ما تحملينهاش في فمك. ديما السكر لازم يكون اقل من الكاوكاو ولا من اللوز. نخلطوه بيا مع هذاك الكاوكاو، كما يقولوا لهنا تتجانس كل كعبه تاع كاوكاو مع كعبه تاع سكر. لازم هذاك السكر تاعنا يتجانس لنا كامل مع الكاوكاو باش كي نبلوه بالمزهر ما يتكتلناش السكر تاعنا وتجينا كريات تاع سكر. هذاك هو السبب اللي تخلينا الحشو تاعنا يجينا يابس. ولكن ناس بزاف تقولك واش بيه الحشو تاعي جاني مسكر، انه كي ما نخلطوهش مليح ما يدوبلناش هذاك السكر في الحشو. فهمتوا البنات؟ كون ما نخلطوش لهنا السكر تاعنا مليح مع الكاوكاو ونفرقوه كما نقولوا على الكاوكاو كامل، قادر الحشو كي نبلوه بالمزهر يجي الحشو تاعنا كي تاكل البقلاوه تاعك تلقيها مسكره من الداخل. بس باغ كونطخ هنا كي نفرقوه كامل على الحشو ونخلطوه مليح، شغل هذاك السكر تاعنا كي يقيسوا المزهر في ساعه يدوب. لهنا نجيبوا المزهر تاعنا ونبداو نبلو في الحشو تاعنا.
شوفوا كي نبلوه ما نبلوش دفعه واحده، نصبوا المزهر بالعقل ونخلطوا بروسة صباعينا باش الحشو تاعنا يجينا مزربع، ما يجيناش كتله واحده معجينه خلا كيما راح نديروا حاجه نفرسيو بها، لا الحشو تاعنا لازم يكون مزربع. هاني نصب في المزهر بالعقل ونخلط، والتخلاط ديما يكون بروسة صباوع باش ما نعجنوش هذاك الحشو تاعنا، يبقى لنا ديما مفرق على بعضها كيما راك تفتلي في الكسكسي لهنا. شوفوا زي ما يجي او ميم طون هاو يجي كامل قيس هذاك المزهر ومشمخ كامل، وميم طون بعد ما تلقايهش لاصق في بعضها تلقيه مزربع الحشو. شوفوا زي ما يجي كي تلميه هكا في يدك يشكل لك كره، بصح كي تحطيه تلقيه مزربع وما يجيش هذاك الماء تاعو زهر سايح بزاف. كون هنا تبليه بزاف بالمزهر ومن بعد تزيد تحطي العسل هذاك الحشو كامل يسيح لك. وهذا هو الخطا اللي يقعوا فيه تاني معظم الناس يقولك على البقلاوه تاعي ما تصلح ليش، انك الحشو تاعك ما تبليهش بزاف يجوك مزربع وفرات، باش من بعد كي نشربوها بالعسل ما هذاك يجي قيس العسل مع التشراب يجينا قد قد. شوفوا زي ما الحشو تاعي يجيني مزربع، وباش تاكدي منه هزيه في يدك هكا وطلعيه الفوق كي دير لك كره في يدك سي بون الحشو تاعك راهو مليح. نخليوه دو كوتي حتى يزيد يذوب لنا داك السكر تاعو مليح. ولهنا نجيو نبداو نخدمو في البقلاوه. انا الكيلو تاعي تاع الكاوكاو فيه نخدمو في صينيه فيها 30 على 35. ها هو البلاطو تاعي فيه 30 على 35، هذا يهز لي كيلو تاع كاوكاو وكيلو تاع فرينه. نبداو دوكا على بركه الله حنخدموا البقلاوه تاعنا. واش نبداو؟ انا نخدمها بالنشا، نحكمو نشا نحطوه في الطابله ونبداو نجيبو هذوك من الكريات تاعنا اللي قلنا قسمناها مع 10 البنات. راني نزيد نعاود لكم هذيك الكيلو تاعنا تاع الفرينه كي بليناه قسمناها على 10 كرات، راح نخدم ندير 5 من التحت و5 من الفوق. اني نشرح ونعاود باش اي وحده عندها خوف من البقلاوه عمرها ما دارت البقلاوه تبعي باك الفيديو تاعي هذا بربي ان شاء الله راح تكوني محترفه في البقلاوه. واني جبت لكم يا البنات وصفه الورشات، انا الوصفه هذه قريتها في ورشه الحلويات عند يعني شاف كبيره ومتمكنه من الحلويات. نبدا ونحلو القرصه الاولى ونزيد نحل الاخرى فوقها ونحطوا النشاء بيناتهم ونحلوهم فوق بعضهم في زوز. وهنا مش راح تقول واحد تلصق لنا الطبقه الاولى مع الثانيه، مش راح يلصقوا. نحلوا قلنا الكره الاولى ونحطوا فيها شويه نشا نحلوها صغيره برك، نزيدوا نحلوا الكره الثانيه ونديروهم فوق بعضهم نحلوهم بنشا. هنا حطيت انا الطبقه الاولى بعد ما نكونوا صح دهنا البلاطو تاعنا بالزبده البنات. انا نسيت ندهنوه هو في الاول صح بالزبده ومن بعد نحطوا فوق منه الطبقه هذيك الاولى، وكي نحطوها في البلاطو تاعنا نزيدوا ندهنوها حتى هي بالزبده. بين طبقة والطبقة لازم ندهنوا كل طبقة بالزبدة. تبعوا معايا بقدك وتشوف ندهنوها مليح بالزبدة والحواشي تاعها تاني كيف كيف كاملة. من بعد نزيدو نهزو الطبقة تاعنا التانية هذه اللي حليناها تاع الكرة الأولى. شوفوا زي ما تبعوا معايا ونحطوها ديريكت فوق البلاطو تاعنا. هاي زي ما هتجي. انا لهنا خدمت فرينه يعني عوالي بك تاع الدار تاع الميزان، بس حيت تحب تخدم بقلاوه على كارها ننصحك ديري بفرينه الدار فيها العلك روعه وتتحلك وما تعبكش في الحلان تاعها. وحتى كنت تزيد لك العجينه تاعك شويه عشان تتحل ولا ما تخافيش رقعيها نورمال بيدك برك عاودي لصقيها نورمال ما حيصرى بها والو. نعدلوا هذيك الطبقه تاعنا مليح فوق اختها ونتركزوا على الحواشي تاعها كامل باش يترصاولنا كامل على الحافه تاعنا تاع البلاطو. البورتور تاعنا كامل يكون لاصقه فيه العجينه. وميم طون لهنا نتركزوا ديما على الحواف ديما نلصقوهم في الحاشيه تاع البلاطو تاعنا. شوفوا زي ما راني نتركز هكاك تبعوا مليح تركزي مليح بصبعك باش من بعد كي تحطي الحشو تاعك تجي الكعبه تاعك متحوفه ما تلقيش الحشو مجبود هنايا القدام ومن هي فارغه. نزيد دوكا في الطبقات الاخرين حليت الطبقه الاولى والثانيه ونحط بيناتهم النشا ونزيد نعاود نحلهم في زوز مع بعضهم اون باراليل في نفس الوقت بعد ونحطهم فوق الطبقه الاخرى. راح نعملوا لهنا 5 طبقات يا البنات من تحت، وبين كل طبقه وطبقه لازم تدهني بالزبده مليح باش تجيك البقلاوه تاعك فويتي. شوفوا زي ما حطيت الطبقه الاخرى هذيك الثالثه
ها هي، واني دهنت ديجا بالزبدة من قبل. هنا راني كملت 5 طبقات. شوفوا، بصح ننصحكم لازمتكم على الشط ديما تتركزوا على الحواف هذوك من الحواشي تاعها، تلصقوهم في الحافه تاع البلاطو. لهنا هذه الطبقه الاخرى الخامسه ما نحطوش فيها الزبده البنات، نعودوا راح نحطوا الحشو، ما نديروش فيها الزبده، نجيو ديريكت ونحطوا الحشو تاعنا، نفرغوه كامل بروس صباوعنا هكا، ما تركزوش عليه الحشو، فرقيه بروس صباوعك وفرات. شوفوا زي ما راني نفرق فيه، نحطوه بشكل متساوي على البلاطو كامل. اعدليه كامل بيديك. شوفوا الجهه تكون هابطه شويه نعدلوها، لازم يكون متساوي باش الكعبتان تاع البقلاوه يجونا كامل متحوفين وكامل كيف كيف. لهنا ما نحطوا فيها ولا نحطوا الحشو وفرات. نزيدو نجيو نحلوا الطبقه تاعنا الاخرين، نجيبها هي طبقه ونحطها ديريكت فوق هذاك الحشو، يعني سهله مهله ما فيها حتى صعوبات. العكس البقلاوه يعني والمقروط تلقيهم عندهم اسهل من الحلويات الاخرين. وكي تتعلموا يا البنات هذه لاباستا الحلويات كيما هكا، اي قاطو تشوفوه قدامكم كي تعودوا حافظين لاباستا القاطو وش هي، تفهموها من العين، والباقي كامل راهو غير ديكور وبرستيج وفرات، هذوك كامل غير ديمول وتزيان، كل وحده ولوغو تاعها. هنا نضغطوا مليح على الحواف، وبربي ان شاء الله راح نكمل معاكم في سلسله المشاريع، ونعطيكم الوصفات تاع الورشات اللي قريتهم، بربي ان شاء الله راح نحطهم لكم كامل. نتركزوا مليح على الحواف، وميمتوم بصح ما نضغطوش على الحشو تاعنا في النص، غير على الحواف وفرات. هنا دوكا نوليو نديرو الزبده، ندهنوها كامله بالزبده. هذه الطبقه الاولى اللي راح نديروها، الخمسه قلنا درناها من التحت وحطينا الحشو، دوكا نزيد نديرو الخمسه اللي من الفوق. بين كل طبقه وطبقه ندهنوها بالزبده باش البقلاوه تاعنا ما تجيناش معجنه، وندهنوها مليح، ونركزوا تاني على الحواف من هي. هاي البقلاوه تاعي بعد ما كملتها، هذيك الطبقه الاولى. دوك نزيد نعاود نجبد الاخرين تاعي، نحلهم هكا بنشا كما قلت لكم، نديروا الطبقه الاولى الثانيه فوق منها، ونحطهم فوق بعضهم. هذه طريقه سهله، طريقه يعني تعملي البقلاوه تاعك ما با ساعه من زمان تكون واجده. بعد ما كملت الطبقه تاعي كامل، واش نجي ندير؟ انا البقلاوه نقصها على الشط خلاه باش ما تعمليش الحواف، ما يكونوش عندي خلا الحواف تاع البقلاوه دوك مزايدين، نقصها على الشط خلاه شغل تربحي هذاك الحشو كامل تاع يخرج لك الكعب تاعك قد قد. شوفوا يا البنات، لهنا في الكيلو هذا تاع البقلاء تاع الكاوكاو قادره تخرج لك، كنت قصيها كما قصيت انا مربعات، ندير المربع تاعي على 4 سنتيم تخرج لي 56 كعبه. شوفوا صح، نقصوا الحواف تاعنا كامل على الشط قبل ما نزربوا، قصهم كامل نحيهم على الشط بالموس هكا، جينا البلاطو تاعنا متحوف ومعدول حتى في العين، حتى المنظر تاعو بعد يجيك مليح. ما تخليش دوك من الحواف تاعك مزايدين هكاك وهابطين، بعد كي يطيبوهم يبقاو يطيحوا ويبسيو. نعدلوهم بيان بالموس، يجينا متحوف البلاطو تاعنا. وشفتوني وانت رصيت على الشط خلاه، عليها قلت لكم قبيل تركزوا على دوك من الحواف تاعكم باش كي تقصوا دوك الكعب تربحوا الكعب تاعكم لو ماكسيموم. انا راح نقصها هنايا مربعات، وانتي كيما تحبي قادره ديريها كيما نقولوا البقلاوه كيما تاع بكري معين، مقروضات، قادره تعمليها مثلث. انا قصيتها لهنا مربعات. شوفوا على قداه درت 8 في الطول على 7 في العرض، والقيس تاع البقلاوه تاعي درت 4 سنتيم. شوفوا زي ما احسبوا الكعب جاتني 8 في الطول على 7 في العرض، 8 في 7 56، لهنا خرجت لي 56 كعبه. وكون قصيتها كيما نقولوا احنا بقراوه كيما تاع بكري معينات تخرج لكم 63 كعبه بالكيلو هذا تاع الكاوكاو، راه يجيك مزاك يخلع.
انت اليك الاختيار، قد تعمليها حتى مثلثات، وبربي ان شاء الله المره الجايه كنت نعاودها لكم، نعمل لكم يعني قداه من موديل، قداه من فورم. انا هذوك بالحشو اللي العجينه اللي بقات لي راح نزين بها من فوق، ندير فيها دي غوزاس. شوفوا زي ما طبعتهم وحطيتهم فوق كل كعبه من فوق، ومن بعد ترشقي فيها الكاوكاو تاعك. هم زي ما جاوني كي النجمات. تزيين تاعك اختياري. في كل كعبه نحطوا فيها نجمه من هادوك، ونرشقوا فيها كعبه تاع كاوكاو. لا هنا ما عملت لا زبده لا والو. كون جيتي مش راح تزينيها ديريها ديريكت بالزبده، وحطي الكعبه تاعك تاع الكاوكاو ولا تاع اللوز. بس حكوم انا راح نزينها بهذوم الوردات، تستني حتى تعملي الديكور تاعك كامل باش تولي على الاخر تدهنيها بالزبده. وهنا لازمتكم الكعبه تاع الكاوكاو ترشقوها مليح، باسكو من بعد تكون طيبه تخرج لكم البنات. لازم تدخليها مليح في الكعبه تاعك. هاي البقلاوه تاعي كيف ما كي كملت. شوفوا زي ما جات باهيه، كعبه تاعها حتى هي يعني مليحه 4 سنتيم، يعني كعبه كافيه باش تجيك الكعبه تاعك مليحه. كي كملناها كامل ندهنوها من فوق بالزبده، وراح نمدلكم لهنا تدبيره في الطياب يا البنات. دوك تشوفوها معايا للفور تاعها ما يطيبلهاش مليح، ولا تخاف انها البقلاوه تاعها تتحرق لها. ونعطيكم هنا نصيحه، البقلاوه حطوها سخنوا الفور من قبل، وحطوها من الفوق خلا لمده ساعه. والفور تاعك ما يكونش قوي، تسخنيه ومن بعد تنقصي عليه ماء قوي خلاه ماء قليل خلاه، وتحطيها لمده ساعه، تشعلي لها غير من التحت هكا حتى تطيب لك البقلاوه تاعك في الدوغي ما تتحرقش. ودوك من الطبقات كامل يطيبوا على نار هاديه، ويطيبوا كامل كيف كيف، وما تبقى لكش معجنه من الداخل. بعد ما دهناها كامله على هنا بالزبده، لازم تدهنيها مليح باش تطيب لك كامله دوغي كامله زي بعضها. نهزوها نديوها ديريكت للفور، قلت لكم تطيب لمده ساعه. هاي لهنا حنحطها كامل في الفور. وهذه هي تدبيره يا البنات، انكم تحطوا الطاجين من تحت في الكويزينيير تاعك باش تضمني انه دوك من الحلاوه تاعك ما يتحرقولكش. اي نوع تاع قاطو اللي خايفه من الكويزينيير تاعها انها تحرق لها، تحط طاجين من تحت، ونضمن لك لهنا انها البقلاوه تاعك تطيب لك. وشوفي زي ما جاتني البقلاوه طيب لك كامله كيف كيف. شوفوا هنا الحواف تاعها كيف ما جو مفرقين على بعضاهم. وهنا كي نخرجوها من الكويزينيير ديريكت وهي سخونه، نحطوا لها الكيلو تاع العسل. العسل تاعنا يكون بارد نورمال، خدمت هنا بعسل المرجان. وتحبوا ان شاء الله في الفيديوهات القادمه نعطيكم العسل اللي نخدمه تاع البقلاوه، يعني مضمون العسل وناجح 100%، تعمليه لاي معسله تاعك. نحطوا لها داك الكيلو تاع العسل تاعها كامل، ونخليوها تتشرب لنا ليله كامله. هنا عملتها انايا في الليل وخليتها للصباح، وحبيت يكون تقصيها باغزومبل كنت تعمليها صباح وتقصيها في الليل، لكن حبيتي تقصيها في نهارها بعد. يعني من الاحسن تعمليها وتخليها تبات باش تتشرب لك مليح البقلاوه، حتى كي تقصي الكعبه تاعك ما تفزدلكش. هنا حتى تشوفوه مكطارو شويه قاعد لهم بيديك مبك نورمال. خليوها تتشرب ليله كامله. شوفوا زي ما جات البقلاوه تاعي تسخف وفرات. يعني والبقلاوه هذه البنات راح نمدها لكم راي مضمونه 100%، وصدقوني بالطريقه هذه وبالكيل هذا تجيني بنينه بنينه بنينه. واي واحد يدق البقلاوه تاعي عمره ما قال لي البقلاوه تاعك مش مليحه. هنا بعد ما شربت لي الغدوه شوفوا زي ما تبان مشربه ومليحه. هذاك الكيلو تاع العسل يجيها قد قد. شوفوا زي ما حتى اللون تاعها طابط، يعني مليحه في الدوغي. هذا هو اللون المليح تاع البقلاوه، حتى كي تاكليها تلقاي الطبقه تاعها كامل طيبين، لا معجنه لا والو. ومالغري ما درتهاش بآلة الآلة اللي نحلو بها العجين، هاي غير بالقراص وفرات. ننصحكم تجربوها يا البنات، يعني وكل واحدة تحت عينها على الفيديو تاعي تعمل لي ابوني وجام وكومنتار. الى اللقاء.